5 أفلام كوميدية بتقتل ضحك. رقم 1 هانوفر. مجموعة رفقات بيروحوا على لاس فيغاس مشان يحتفلوا بحفلة توديع العزوبية لرفيقهم. بعد ليلة مرح وفرح وصاصلة بيفيقوا نسيانين كل شي صار معهم بهي الليلة، وبيتفاجئوا إنه العريس مختفي. رقم 2 دامب أند دمبر. رفيقين بسطاء وأغبياء ودرويش بشكل مو طبيعي، عايشين حياة كتير بسيطة. واحد منهم بيلاقي شنطة معباية مصاري، بقرر إنه يروح يرجع الشنطة لصاحبتها، وبيسافر من ولاية لولاية وبيمرقوا كتير مواقف كوميدية، وهذا من أحلى الأفلام لجيم كاري. رقم 3 ذا ماسك أو القناع. مرة تانية عنا بالقائمة جيم كاري. شخصيته بهذا الفيلم بيكون عبارة عن موظف بنك خجول كتير ولطيف وعايش حياة جدا مملة وعادية. يوم من الأيام بيلاقي قناع، وهذا القناع بيقدر يغير شخصيته لشخصية فوضوية وشريرة بس بطريقة كوميدية، وبينزل بهالعالم مقالب. الفيلم حقق نجاح كبير وقت انعرض بسنة 94 واخذ كتير جوائز. رقم 4 ذا 3 ستوجز. 3 أيتام بيكونوا عايشين بميتم وأغبياء بشكل مو طبيعي، صاروا شباب ولا عائلة قبلت إنها تتبناهم. بتقرر الدولة إنها بدها تسكر هذا الميتم لأنه ما عاد قدرت تدفع التكاليف تبع ترميمه، فبيقرروا هدول الثلاثة إنه يطلعوا برحلة مليئة بالغباء مشان يجمعوا 100,000 لحتى يقدروا يرموا الميتم، وأثناء رحلتهم بتصير معهم مواقف كتير بتضحك. الفيلم الخامس فيلم تيد. بيحكي الفيلم عن طفل وحيد وعنده دبدوب، وبيتمنى أمنية إنه هذا الدبدوب يصير حي ويصير يقدر يحكي معه، وبمعجزة بتتحقق أمنيته. بيكبر وبصير هذا الطفل شاب وببلش هون الصراع، لأنه هذا الشاب عم يدور على الاستقرار وعلى الحياة الجدية، بس بنفس الوقت الدبدوب عم يدور على الحياة العشوائية اللي كان متعود إنه يعيشها. الفيلم بيعطيك جرعة كوميديا مفرطة، بس الفيلم مو مناسب أبدا للأطفال.